السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. رمضان مبارك كريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ومغفره الذنوب ان شاء الله يا ربي. دائما مع تحضيرات رمضان غادي نحضر معكم العجين ديال البيتزا المعتمد عندي، وكيجي غزال بزاف وسهل في التحضير. وغادي نشارك معكم حتى لاصوص طوماط اللي كنحتاجو للبيتزا. بالنسبه للعجين غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال العسل، ممكن تعوضوها بسنيده، 2 كيسان ديال الماء اللي يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، دافي فقط. معلقه كبيره ديال خميره الخبز وشويه ديال الملحه ما تكتروهاش، لاننا كيف كنعرفوا راه البيتزا كنحضروها بالفرماج والفرماج كيكون مالح، فمن الأحسن تنقصوا الملحة في المكونات الأخرى. غادي نضيف عليهم واحد الكاس ديال الفورص، غادي نخلط الكل جيدا. أنا هنا استعملت الفوي، ممكن تخلطوه بإيديكم. غادي نتخلطوه مزيان مزيان وغادي نتخليوه حتى كيخمر الخمرة الأولى. هاد الطريقة هذه كتجي سهلة، ما كتعطلش لنا العجينة في الخميرة. من الأحسن تستعملوا هاد الطريقة هذه. غادي نخليه واحد 10 ديال الدقائق. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كيف كتشوفوا كتفاعل ليا الخميره مع داك المكونات اللي درت معاها، كنحصل على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نجي باش نضيف المكونات الاخرى غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الزعتر. غادي نحكو غير بايدي، بغيتو طحنوه شويه طحنوه، انا حكيتو غير بايدي. وغادي نضيف كاس ديال الفينو. بغيتو تضيفوا الدقيق العادي اللي كتعجنوا به الخبز، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا ضفت الفينو، وغادي نضيف حتى واحد الخماره حمراء بوزن 8 غرام. غادي نبدا نخلط العجينه بالايد ديالي. وضفت كاس اخر ديال الفورص، يعني بالمجموع عندي 2 كيسان ديال الفورص مع كاس ديال الفينو. العجينه تكون مرخوفه، ما تقصحوهاش. كنضيف عليها واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون. الا ما عندكمش زيت الزيتون استعملوا معلقه ديال الزبده، غير باش تعطيكم داك الهشاشه. اما المذاق راه خاصكم زيت الزيتون. غادي ندوزو باش نحضروا لاصوص. انا هنا لاصوص كنستعمل مطيشه، كنضيف عليها فلفله حمراء والبصله صغيره. بالنسبه للكميه كتبقى على حساب. انا هنا درت 2 مطيشات كبارين، وضفت عليهم حبه صغيره ديال الفلفله حمراء مع حبه صغيره ديال البصله. بالنسبه للفلفله كاين اللي ما كيديرهاش، ولكن راه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. الا بغيتو تستغناو عليها ما كاينش المشكل. غير هو انا جربت لاصوص بالطرق بجوج، جربتهم بلا فلفله وبالفلفله. فلاصوص اللي كنضيف فيها الفلفله كتجي بها البيتزا بنينه. من بعد ما كطيب هاد المطيشه مع البصله والفلفله، كيطلقوا داك الماء. هذاك الماء اللي كيطلقوا نحاولوا ما نطحنوهش معاها، لانه كيعطي واحد الحموضه. من الاحسن صفيو المطيشه والبصله والفلفله وطحنوهم غير بوحدهم، ومن بعد ما طحنوهم صفيوهم باش نحيدوا دوك القشيرات اللي كيكونوا رقاقين كيبقاو ديال المطيشه. من بعد غادي نحطها نديرها في كاسروله، وغادي نديرها فوق البوطه، وكنضيف عليها شويه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر او تحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر. وكنضيف واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون ضروري كيعطينا اللذه لهاد لاصوص هادي. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الكيتشوب. الا ما عندكمش الكيتشوب عوضوه بسكر سنيده باش كيهرس داك الحموضه اللي كتكون في مطيشه. الا كنتو غادي تضيفوا الكيتشوب ضيفوه حتى لاخر لحظه، ما تضيفوهش من الاول. الا كنتو غتضيفوا السنيده فضيفوها مع المكونات من الاول. هنا غادي نجي باش نشكل العجينه ديال البيتزا. من بعد ما خمرات كنحاول نخرج منها داك الهواء كامل اللي كيكون فيها، وكنقسمها على 2 كرات.
كيف كتشوفوا العجينه راه كتكون مطلوقه. العجينه ديال البيتزا ما خاصهاش تكون قاصحه، كتكون مطلوقه ولكن ما كتلصقش في اليد، لاننا كنكونوا ضفنا ليها زيت الزيتون في الاخير، كيسهل علينا الخدمه وكيعطيها واحد الطراوه وواحد المذاق لذيذ بزاف. من بعد ما كنخليها ترتاح واحد شويه غادي نطلقها بالدلاك. ودائما باش كنرشوا العجين كنرشوه بالدقيق الفينو، ممكن تعوضوا كيف قلت لكم بالدقيق العادي، دقيق القمح اللي كتعجنوا به الخبز تقريبا كيعطي نفس النتيجه. انا كنستعملهم بجوج، مره كندير الفينو مره كندير دقيق القمح وكتجي نفس النتيجه. العجين كيكون رقيق، كيبقى ثاني على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي العجينه تكون غليظه شويه، انا كنبغي العجينه ديال البيتزا تكون رقيقه، فكتعجبني تكون رقيقه مزيان. داكشي علاش طلقت العجينه حتى رققتها مزيان مزيان. ومن بعد كنقطعها بداك القطاعه ديال الحرشه، الحجم الصغير، ما ديروش الحجم الكبير. وكيبقى الاختيار ليكم، دائما الطبخ اذواق، كل واحد وكيفاش كيعجبو يعني المظهر ديال الاطباق اللي كيحضر. كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنشكل الكميه كامله اللي عندي، ومن بعد كندخلها الفرن اللي كيكون سخون مزيان من قبل. كنكون شعلته مني بديت كنطلق العجينه كنشعلو من الفوق ومن التحت على اعلى درجه، وكنخليه كيسخن مزيان مزيان. ومن بعد ضروري ما كنتقب البيتزا بالفرشيط ولا اي حاجه بغيتو تقبوا بها باش ما تنفخش لكم العجينه. الفران يكون سخون مزيان، كندخلوها كنديروا ليها نص طيبه فقط. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا اللي حضرت معكم. كتجي طريه بزاف وسهله في التحضير، يعني ما كتحتاج وقت بزاف ومجهود كتير. من الاحسن توجدوها قبل وتهناو منها، يعني ما تبقاوش كل ساعه كتعجنوا. كتوفر عليكم المجهود والوقت في خطره. وبالنسبه لاصوص فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي خاطره وثقيله، والاهم من هادشي كامل انها كتجي بنينه. يعني داك الفلفله اللي كنضيفوا لها كتعطيه واحد المذاق رائع جدا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم وعجبوكم الوصفات اللي حضرت معكم اليوم. اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك مرحبا بها، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. خليت لكم الراحه وخليتكم على خير.